خلال الفحص تاع بنتي اللي مازال عمرها غير 3 شهور، الطبيب طلب مني نروح معاه لغرفة أخرى وحدنا، وهبط صوته بزاف باش حتى واحد ما يسمع، والكلمتين اللي قالهم خلاو الأرض تدور بيا. قال لي: يا مدام، الموضوع مستعجل، شكون اللي يقعد مع البنت عادة؟ كي جاوبته وقلت له باللي حماتي هي اللي تشدها طول النهار على خاطر رجعت للخدمة، ما شفتش في وجهه الارتياح اللي كنت نستناه. بالعكس، قرب مني وقال بصوت هادي بصح يخوف: ركبي كاميرات مخفية فورا، بنتك راهي تخاف من واحد وكاين سر في هاد الدار. الحي اللي نسكنوا فيه دايما هادئ، من برا الطرقان واسعة، الشجر مصفوف، والكيران مركونة قدام الفيلات، تبان كلش مستقر ومرتاح. قضيت 10 سنين من عمري نبني الكارير تاعي في شركة كبيرة تاع الإشهار قبل ما نجيب بنتي نور. كي رجعت للخدمة وهي عمرها غير 3 شهور، حسيت روحي نجري في دوامة ما توقفش بين الخدمة والدار ومسؤولية الأمومة اللي ما تكملش. في هداك الصباح كانت الشمس داخلة من الستارة، وأنا نميل على سرير نور، نشدها بين يديا ونشم ريحتها اللي ترجع الروح. من نهار وليت فهمت باللي كاين لحظات صغيرة في الحياة قيمتها أكبر من أي نجاح في الخدمة. من المطبخ للتحت ريحة القهوة كانت عامرة الدار. راجلي شريف كان لابس ونازل يعدل في الكرافات تاعه وهو يتابع أخبار البورصة بالوقار تاعه المعتاد اللي زمان كان يحسسني بالأمان. قال: صباح الخير. قالها بلا ما يشوف فيا غير ثانية. صوته كان عملي ويابس، وقلت في بالي يمكن ضغط الخدمة، على خاطر يخدم في شركة استثمارات. على 7:30 كما العادة وصلت ماما سعاد حماتي. كانت ممرضة أكثر من 30 سنة قبل ما تتقاعد، وكي عرضت علي تهتم بنور بلا ما نجيب مربية غريبة حسيت بامتنان كبير. سلمت علينا بابتسامتها الهادية، شعرها الشايب مجموع بنظام، ويديها ثابتين كي شالت نور مني وحطت ظهر صوابعها على جبينها باش تشوف الحرارة بحركة تلقائية، وقالت لي: روحي للخدمة وكوني مرتاحة يا بنتي، الجدة هنا والدار أمان. وكنت مصدقتها، بالصح كنت مصدقتها. لكن من أسبوعين بدأ داخلي إحساس غريب، إحساس باللي كاين حاجة ماشي مليحة. كل صباح أول ما شريف يدخل الغرفة نور تبدأ تصرخ، مشي بكاء عادي تاع جوع ولا مغص، لا، كان صراخ خوف، صراخ يقطع القلب. أول مرة قلت صدفة، ثاني مرة قلت يمكن أنا نبالغ، لكن كي تكررت 5 أيام ورا بعض فهمت باللي كاين حاجة غريبة ما نقدرش ننكره. نهار من النهارات كي قربت نبوسها جسمها الصغير تشنج قبل ما نلمسها أصلا، وأول ما سمعت خطوات شريف في الممر صرخت صرخة خلت صدري يضيق. قال شريف وهو واقف في الباب: يا ساتر، ما لها تدير هكا كل يوم؟ قلت له: نحاول نهدي الوضع، هذه طفلة يا شريف، الأطفال يبكيوا. رد ببرودة: مش بالبلاصة هذه، يمكن أنت اللي تديري حاجة غلط ومكدة عليها. كلام وجعني على خاطر أصلا كنت نشك في روحي. قلت يمكن رجوعي للخدمة أثر على علاقتي ببنتي. الغريب باللي ماما سعاد كانت الوحيدة اللي تعرف تهديها، كان عيطلها في الهاتف باش نطمن، نسمع صوتها تغني لها وصوت بنتي يكون هادي. لكن كي يجي الليل التوتر يرجع. ليلة من الليالي شريف حاول يشدها، فجأة جسمها تكسى وكأنها تستنى ضربة. شدت يديها الصغار بقوة ونفسها ولا سريع، وكي قربها منه صرخت صرخة حتى حماتي تفاجأت. شريف ضحك ضحكة صفرة وقال: يبان بنتك ما تحب غير النساء. لكن كان باين باللي كاين حاجة غريبة ورا الضحكة. الشك زاد كي لقيت حوايجها تبدلوا بلا سبب. كنت رقتها ببيجامة وردية، الصباح لقيتها لابسة بيضة. حماتي قالت: وسخت في الليل وبدلت لها. كلام منطقي، لكن كي قلبتها البيجامة الوردية في الغسيل ما لقيتهاش. قالت غسلتها ونشرتها، رغم أني ما سمعت حتى صوت الغسالة. حتى جاء نهار الفحص الدوري، عيادة الأطفال كانت معمورة، والطبيب رفع الطبيب العائلة من سنوات، راجل محترم وخبرته كبيرة. فحص نور، وزنها، قص